انا بقالي كتير ما بطلعش. بسبب يعني حاجات كتيرة بتحصل في النادي، من الواحد مش يعني مالوش نفس. بس في شوية لعيبة. انت بتتفرج على الماتش طبعا بعد ما شفنا ماتش الترجي النهاردة، في سذاجة. تحس ان في سذاجة وفي غباء كروي. من امتى يا جدعان ما كنا يعني لعيبة النادي الاهلي، الهوية بتاعت لعيبة النادي الاهلي، من امتى ما كنت انت من الحكم يديك 8 دقايق ايا كان بقى الحكم حلو ولا وحش، الحكم مديك 8 دقايق وانت ما بتضيع الوقت مع الترجي. من امتى يا جدعان انا اخسر من طلائع الجيش؟ من امتى العب وحش قدام المقاولين ومقاولين افوز عليها بالعافيه ومن امتى اي ماتش بالنادي الاهلي يحس اللي هو عيب؟ يعني حموضه وحاجه صعبه. من امتى الاحاسيس دي عندنا؟ من امتى احنا بنقعد قاعدين كده عاملين كده، حاطين ايدينا على خدنا وقاعدين شايفين اللعيبه كده؟ من امتى الاداره تحس ان مفيش اداره؟ بقيت نادي ملطشه لكل فرقه، او بقيت نادي ملطشه لكل حكم. ما مالكش صوت، مالكش شخصيه، ولا كاداره ولا كلعيبه، ده حتى الجمهور. يعني ما في غباء، في غباء في كل حاجه. ففي ايه يا جدعان؟ في ايه؟ في ايه بجد؟ يعني الواحد بقاله كتير ما بيطلعش، وكل ما يطلع اقول اطلع اقول ايه؟ اطلع اقول لعيبه عر؟ اطلع اقول لعيبه على؟ اطلع اشتم فيهم؟ هنعمل ايه طيب؟ صوتنا بيتسمع، بيتسمع. لكن احنا ما نعرفش نباصي يا جدعان. انا لسه بكلم صاحبي من شويه بقول له تعالى انا وانت نروح نلعب مع النادي في النادي الاهلي ونباصي الكره لورا، اذا كان الشناوي ولا شوبير. احنا ما نعرفش نباصي، احنا لعيبه ساذجه. احنا معانا شويه لعيبه عار، عار على كره القدم. احنا ما بنقدمش كره قدم يا جدعان، ما فيش كره قدم بنقدمها. ما فيش فنيات، ما فيش مدرب واقف على الخط، ما فيش مدير كوره كويس شخصيته حلوه. ما اوضه اللبس مش عارفين بيحصل فيه ايه جوه. بقى في اي لعيب عايز يغير او بيتغير بيطلع بيكشم. في ايه يا جدعان؟ من امتى ده؟ من امتى ده يا كابتن خطيب؟ انا مش هكلم حد غير كابتن محمود الخطيب. فيها كابتن؟ من امتى الاهلي كده يا كابتن؟ من امتى يا اسطوره؟ وهفضل احبك ومش هقدر، يعني حبي ليك ما اقدرش اقول اي حاجه وحشه، بس في حاجه غلط. انت واحد حريف كوره، اتفرج على فرقه النادي الاهلي من بعد احنا الموسم ده موسم صفري. احنا كل سنه يا جدعان بنقول ايه مثلا؟ يعني والله احنا عملنا النهارده السنه دي 10 ماتشات كويسه، السنه اللي بعدها والله احنا عملنا ماتشين كويسين. السنه دي مفيش. السنه دي انت معاك اقوى سكواد في قاره افريقيا كلها، اسماء بس. لكن لعب كوره لا. مرتبات بتنزل في اول يوم واحد في الشهر، وصباح الفل اراك ضاحكه. سذاجه كرويه وغباء كروي، ومفيش بربع جنيه تكتيك حتى، ولا عفانه كرويه انا لو عندي الفاظ تانية يعني اوسخ من كده اقولها والله. ف انتوا يا جدعان عشان بس نكونوا منطقيين، انسوا اي بطوله تاخدوها السنه دي. مفيش دوري يا جدعان هتاخدوه طالما مفيش عدل، طالما مفيش رجوله، طالما في غباء كروي، طالما في سذاجه، طالما في تخلف في الملعب، طالما مفيش اداره. مفيش اداره، مفيش ملعب بطوله هتاخدوها السنه دي. وانا بقول لكم اهو من دلوقتي اهو، مفيش بطوله هتاخدوها السنه دي مع اللعيبه دي. يتفوروا السنه الجايه، يتفوروا. والله انا مع، يعني الواحد صراحه ما. وده حتى احنا بقينا ملطشه للاعلام. واحده زي الاعلاميه فرح دي بت... م- والاخبار حتى يعني لما تيجي تتعاقد مع لعيب ولا اي حاجه، تلاقي الخبر بيجي لك وانت قاعد في بيتك. مبقاش في سريه، مبقاش في اي حاجه. اي حاجه بتطلع من النادي الاهلي بكل سهوله. بقيت عريان قدام الاعلام. كل اللي بيحصل عندك في اوضه اللبس، وكل اللي بيحصل عندك في المجتمعات، كل اللي بيحصل عندك في الصفقات السريه اللي كنا بنعملها زمان، مبقاش فيه الكلام ده دلوقتي. مبقاش فيه الكلام ده دلوقتي. انا يعني الواحد يعني حرفيا مستاء من اللي بيحصل. ده مش النادي الاهلي يا جدعان، ده مش النادي الاهلي. دي مش روح النادي الاهلي، ولا فرقه النادي الاهلي، ولا حماسه النادي الاهلي، ولا رجوله النادي الاهلي. جمهور الاهلي بيقعد يقول العب يا عم،
خلي عندك دم، العب رجوله. مفيش. صباح الفل يا باشا، انا باخد مرتبي اول شهر على رأي اسلام مهدي. احنا معانا لعيبه، مش لعيبه كوره، احنا معانا شخصيات مجتمع، شخصيات مشهوره في المجتمع، بتعمل اعلانات. صباح الفل واستروهات وصباح الفل. يا عم انسوا اي بطوله تاخدوها السنه دي. سلام.